ما زلنا نقول عليهم أصدقاء وجيران لدولة إسرائيل، وهم يتخذون من المركبة الإسرائيلية هدفا لهم في مناوراتهم العسكرية التي لا يمكن أن يقال عنها سوى أنها استعراض قوة على المنطقة بالكامل. وتابع التقرير أنه تم خرق اتفاقيات كامب ديفيد حتى أصبحت مطاراتهم العسكرية في سيناء على بعد أمتار من حدود إسرائيل، وصواريخهم ومنظوماتهم الدفاعية تكشف إسرائيل بكاملها، وكل هذا بحجة محاربة الإرهاب. والأغرب أن القادة الأمريكيين وعلى رأسهم رؤساء أمريكا المتعاقبين من ترامب حتى بايدن مقتنعين بهذه الحجج الفارغة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم، أتمنى تكونوا بخير وبصحة وسعادة. معكم إسلام صقر. فيديو النهاردة بعنوان أمريكا تندم على قطع المعونات عن مصر. السيدات والسادة المشاهدين، تابعوني لنهاية الفيديو عشان نعرف أصل الحكاية. فواصل ونواصل. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا فندم. الله أكبر. أمريكا تندم على قطع المعونات عن مصر وتقول أصبحت مصالحنا في خطر. في تقرير أمريكي ينتقد صاحب قرار منع المعونة الأمريكية لمصر بعد عزل الإخوان، وينتقد سياسات الإدارات الأمريكية المتعاقبة في سياستها تجاه مصر بالذات. ويقول التقرير الآتي: بعد حرمان مصر من المعونة الأمريكية عقب عزل لجماعة الإخوان من حكم مصر، أصبح الآن الوضع عسكريا أفضل للجيش المصري، وجعل الجنرالات في الجيش المصري يخرجون إلى روسيا والصين، ويجب أن يحاسب صاحب هذا القرار الغبي. وظهر ذلك من خلال تنفيذ أضخم المناورات الحربية التي كانت منحصرة على الجيوش الكبرى بالعالم. وبالنظر للتسليح الحالي للجيش المصري، تجد السلاح الروسي والفرنسي والألماني والصيني صنع لهم تفوقا لم نتخيله وأصبح واقع. ويجب علينا الآن وفورا مراجعة العلاقات مع مصر وإرغامها على الرجوع للسوق الأمريكي حتى لا نتفاجأ بما هو أكبر. نتطلع لانتهاء الأمر سريعا. ويقول التقرير أيضا أن القادة الأمريكيين اهتموا بإيران وحزب الله أكثر مما يجب، وتركوا مصر التي تفوقهم عشرات المرات حتى أصبحت قوة كبيرة تنمو بسرعة الصاروخ، حتى تعظمت وأصبحت تهديدا مباشرا لدولة الكيان لا يمكن أن يستهان بها. ما زلنا نقول عليهم أصدقاء وجيران لدولة إسرائيل، وهم يتخذون من المركبة الإسرائيلية هدفا لهم في مناوراتهم العسكرية التي لا يمكن أن يقال عنها سوى أنها استعراض قوة على المنطقة بالكامل. وتابع التقرير أنه تم خرق اتفاقيات كامب ديفيد حتى أصبحت مطاراتهم العسكرية في سيناء على بعد أمتار من حدود إسرائيل، وصواريخهم ومنظوماتهم الدفاعية تكشف إسرائيل بكاملها، كل هذا بحجة محاربة الإرهاب. والأغرب أن القادة الأمريكيين وعلى رأسهم رؤساء أمريكا المتعاقبين من ترامب حتى بايدن مقتنعين بهذه الحجج الفارغة. وتحدث التقرير أيضا عن الاستعراضات والمناورات التي قامت بها الدولة المصرية في البحرين المتوسط والأحمر، تدعو للقلق البالغ على مستقبل مصالحنا في الشرق الأوسط. ويجب على الكونجرس التحرك سريعا لإيقاف صفقات السوخوي 35 الروسية ومنظومات S-400 بأي ثمن، وعلى فرنسا وألمانيا التوقف عن تسليح الجيش المصري بأحدث الأسلحة وإعطائه الأفضل من منطقة على حساب حليفتنا إسرائيل. لقد فهموا بعد فوات الأوان إنها مصر يا سادة بقيادة ثعلب المخابرات الحربية سابقا ورئيس جمهورية مصر العربية حاليا. وفي النهاية أتمنى أكون قدرت أوصل الرسالة لحضراتكم. اللهم احفظ مصر وشعبها العظيم من كل سوء. اللهم احفظ جيش مصر وشرطتها. اللهم ارحم شهداء الوطن. عاشت الأمة العربية، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.